قال ايه سندوتش الشاورما اللي اصغر من دوت بيعمل 30 جنيه. طب وعلى ايه؟ اقسم بالله لا هطلع نفس الطعم ونفس كل حاجة واحسن كمان بالكمية دي كلها. هنأكل البيت كله. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندك كده حتة ليا حلوة جميلة، قطعيها مكعبات صغيرة وهاتي الطاسة بتاعتك الغويطة ديت علشان نعرف نقلب ونشقلب الشاورما دي. وهن ايه بقى نسلي كل الدهون ده، وهو ده سر طعم الشاورما بتاعت بره. اه والله، امشي على الخطوات بالظبط وهتطلعي اقسم بالله طعم شاورما. انا ما صدقتش الطعم اللي انا اكلته دوت، لان انا دايما باكل الشاورما بالذات الفراخ اللحمه بره، فكان طعمها يعني مش ممكن. عايزه اقول لكم ان بره بيملوها دهون بقى وبصل وايه، علشان ايه الغلا اللي احنا فيه. لكن احنا هنعملها لولادنا بكل نظافه وبطريقه حلوه قوي، وجربيها. وبايه عندك ربع كيلو لحمه، عندك نص كيلو لحمه، قطعيه صغير جدا جدا. وايه وتعالي كده زي ما قلت لك هننزل نسل الليه دي، وهننزل بكميه اللحمه حبه حبه. طيب اللحمه دي قبل ما انزل بيها حاطين عليها ايه؟ حاطين عليها ربع معلقه من الخل ورشه فلفل اسمر وبهارات 7 بهارات. ولو في بقى بهارات شوي او بهارات يعني هي ال7 بهارات تكفي. لو عندك اي بهارات تانية برضو ضيفيها. تمام تمام. ويا سلام بقى لو في كوباية زبادي، وقلبي كل دوت في بعض يا ست الكل، وخليه كده ايه يتبل في بعضه لمدة نص ساعة او ساعة بالكتير. تمام، يعني المهم التبلهم. بس انا بصراحة كنت مستعجلة فايه ما استنتش، بس طعمها طلع خطير بجد. ونزلنا بكمية الايه اللحمة بعد ما سلقنا اللي هي حبة بحبة، علشان ايه ما يعني ايه ما تبكش ميه. ونزلنا بيها كده حبه بحبه. بوريكم كميه البصل اللي انا عملتها. وهنقلب كده بقى اللحمه ونستنى لما اللحمه تستوي معانا علشان ناكل لحمه حلوه. طيب لو اللحمه كده ايه نزلت الصوص بتاعها او الميه بتاعتها ولسه عايزه تستوي، هنغلي كده الكاتل وننزل بشويه ميه صغيرين لحد ما نحس ان هي استوت. وفي المرحله اللي انا فيها دلوقتي دي انزلي بمعلقه صغيره من الثوم او فصين 3 من الثوم. امشي على الطريقة دي وهتطلعي احلى شاورما. يعني مش هتقولي ان انا هاكلها من بره تاني. اه والله جربيها كده، حاجة كده جامدة جامدة. وهي كان اللي بيعملها كان جوزي واقف بيعملها معايا، لان هو بصراحة يعني استاذ في طريقة الشاورما بجد. فهو بصراحة اللي كان بيعملها وقال لي تعالي ايه نصورها يعني. تمام تمام. انا ما كنتش ناويه اصور ولا اي حاجه خالص، بس بصراحه عجبني الطريقه جدا، فقلت لازم ايه اوريكم الطريقه كده. خلاص كده حاولنا ايه بقى نسويها بكل المقاييس شويه كده، بس طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو وافضل اقلب فيها علشان تتشوح معايا. بصوا انا كده كنا حاطين لها شويه ميه سخنه من الكاتل يعني. تمام تمام. بعد ما تخلص خالص بقى خالص، نجيب البصل بتاعنا ونرش عليه شوية ملح وفلفل اسمر كده، لو عايزة حبة شطة تمام. وهننزل بكمية البصل بس تكون خلصت الايه سوا خالص، علشان البصل ما يتبلش معايا والخضار يدبل. بحط الخضار اخر حاجة خالص. الخضار ده عبارة عن بصل وطماطم وبقدونس. قطعنا كل الكلام دوت وبننزل بيه حبة بحبة. حطينا الملح طبعا بتاعنا، وحطينا رشة فلفل اسمر تاني، واحنا حاطين بهارات والخل مخليها كده مزة وجميلة واحسن من بتاعت بره. والله قشرنا كده الطماطم وقطعناها زي السلطة كده وهننزل بيها. عايزة اقول لكم من السندوتش ده حاجة كده وهم بجد. جربوه مش هتندموا، حتى لو عندكم ضيوف كده في العشاء. والله حاجة تحفة بجد. نزلنا كده بحزمة بقدونس والشاورمة اللحمة بتحب البقدونس جدا، فنزلنا كده بحزمة كده قطعناها برضو صغير وايه ونزلي بيها. بصوا بصوا، والله العظيم ريقي جري عليها دلوقتي تاني. والله العظيم اقسم بالله يعني عايزة اسمعكم قد ايه لما دقت السندوتش ده كان طعمه رهيب بجد.
يعني مش قادرة اوصف لكم بجد، كنت منبهرة بيه واتفاجئت بطعمه زي بتاع بره، ولو قلت لكم احلى هتقولي ان انا بنافق او ان انا بقول كلام علشان احنا اللي عاملينها ابدا. ولا بصوا انا بعد ما اكلت نص السندوتش قلت ما اوريه لكم تفاصيل. بجد كان طعمه مخليني مش نسيت ان انا بصور اصلا. عملته جنبه بقى بطاطس وايه، يا سلام بقى لو في شويه المخلل اللفت الحلوين اللي انا كنت عاملاهم، بس انا كنت لسه اصلا بخلل اللفت يعني، بس ولكن كان عندي انا بقى ترشي، فايه حطيت جنبه بقى ترشي. بصوا دلوقتي هتشوفوا ايه احلى سفره كده مع شويه طحينه كده بقى، يعني يا سلام يا سلام، يا مزاجك يا مزاجك على شويه السندوتشات دي بصوا. ولا تقولوا لي بقى اكل بره ولا اكل مطاعم ولا الكلام ده، يا ريت بقى تجربوها، لان انتوا شايفين وصفه وبس. جربي الوصفه دي هتعجبك او هتعجب ولادك، وامشوا على الخطوات بالظبط. ويلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للاكله الجميله دي، اوعي تنسيني في اللايك الجميل بتاعك علشان يوصلك مني كل جديد. بصوا بقى وبيبسيهات بقى وايه، وظبطت الدنيا على الاخر بعد ما دهوت السندوتش ده، قلت لا ده لازم بقى ايه نهيص. وبكده يكون خلص معايا الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.